بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ازيكم يا حبايبي؟ يا رب دايما تكونوا بخير وفي أحسن حال. النهاردة فيديو جديد، وزي ما شفتوا في العنوان كده الفيديو النهاردة هيكون مشويات على السطح. بس المشويات دي خاصة بجوزي وبصحابه. هم عاملين يوم كده بيعملوه كل فترة، ان هم بيعملوا كده مجموعة مشويات وبيتجمعوا ويجيبوا صحابهم من كل حتة كده، وبيعملوا يوم مشويات كده على السطح، بيبقى يوم حلو يعني. فجوزي قرر النهاردة، حتى قال لي ما تطبخيش وانا هجيب لك من الحاجات اللي هنعملها. كل واحد بيجيب بقى من بيته الكمية الخاصة بيه او اللي تكفيه، وبيجيبها متبلة وجاهزة يعني على الشوي على طول. فلما قال لي كده انا طلبت منه شوية حاجات هيجيبها لي كده علشان يعني اقدر ان انا اعمل له التتبيلات والحاجات وتبقى جاهزة معاه ياخدها على الشوي على طول. هنا بقى هنبدأ بسم الله كده نشوف هو جاب لي ايه من بره. اول حاجة قبل ما يروح، بس الاول انا قطعت له بصل وعليه ملح وتوابل بس فقط لا غير، ما فيهوش اي حاجة تاني، وحطيته له في الطبق اللي قدامكم ده. وقلت له خلي الجزار يحط لك عليه لحمة ويفرمهم كلهم مع بعض كويس. يعني الخلطة اللي قدامنا دي لحمة معاها بصل وملح وفلفل وتوابل بس، مش اكتر من كده. دي هعمل بيها الكفتة، وهاخد جزء منها هعمل بيه الحواوشي. بس يعني خليكم معايا في تفاصيل الفيديو كده، هتشوفوا هنعملهم الاتنين بخلطة حلوة قوي. عندي كمان خضار هو جايبه كده علشان يعملوا سلطة. وكمان كان طالب مني حاجة حلوة، فقلت له هات دقيق سميد معاك. جاب لي كيلو دقيق سميد علشان نعمل لهم بسبوسة. دي بقى اللحمة اللي هي اللي هتبقى كباب يعني، او لحمة مشوية. الجزار قطع له حتة حلوة قوي بصراحة، كانت طرية، وكمان مقطعها له رقيقة كده علشان تستوي منهم ما تشدش كده وهي على الفحم. بس دي لحمة مفرومة بقى في كيس لوحدها كده، انا كنت طلباها للبيت، دي مش للشوي يعني. ودي بقى فرخة، هو جاب فرخة كاملة برضو، وخلى الراجل يعني يقسمها له نصين بالطول زي ما انتوا شايفين كده. انا دلوقتي لسه بوريكم يعني الحاجة وهو لسه جايبها علشان تشوفوا احنا هنعمل ايه. هنبتدي بقى بسم الله. اول حاجة عملتها، ابتديت ان انا افضي الحاجات بتاعتي كده في اطباق، وغسلتها كويس وسبتها تصفي زي ما انتوا شايفين كده. اللحمة دي كمان اللي هي هتبقى كباب دي متصفية كويس جدا، وخليتها في طبق كده على جنب. جبت بقى مجموعة الخضروات اللي احنا هنعمل بيها التتبيلة. انا ما جهزتش حاجة خالص قبل التصوير، زي ما انتوا شايفين كده كل حاجة على الطبيعة معاكم. عندي فلفل رومي وفلفل حراق، وعندي بصل وطماطم وتوم بيدي نكهة حلوة قوي في المشويات، وطبعا بصل. الحاجات دي كلها انا بقشرها معاكم، وهنضربها في الخلاط مع زبادي وزيت وشوية توابل كده. اي خلطة مشويات يعني احنا عملناها مع بعض كتير قبل كده في القناة، سهلة جدا، دي اسهل تتبيلة للمشويات. زي ما انتوا شايفين انا سايبة الفراخ تصفي لحد اخر لحظة علشان ما يبقاش فيها المية اللي بتعمل زفارة دي. تمام كده. الخضر بتاعي قطعته، هحطه بقى في الخلاط. جبت كمان ليمون بعصره معاهم، ممكن تعمليها في الكبة او في الخلاط. هو في النهاية الحاجات دي كلها هنصفيها، مش هنتبل بيها الحاجات بتاعتنا كده، لان دي خدوا بالكم مشويات على الفحم. طالما هنشوي على الفحم لازم تصفي الخلطة بتاعتك علشان ما تبقاش فيها حتت صغيرة كده، الحتت دي بتتحرق على الفحم. خدي بالك من النقطة دي. لو هتشوي الحاجة في الفرن مفيش اي مشكلة، عادي ممكن تدخليهم في صينية في الفرن، مش هيحصل لهم حاجة. لكن على الفحم يفضل يعني ان انتي تصفي التتبيلة بتاعتك. هنشوف كل حاجة دلوقتي. حطيت كل الخضار ومعاه الليمون، وابتديت بقى حطيت علبة زبادي، وحطيت اسفة، حطيت حوالي ربع كوباية كده من الخل. وهنا عندي حطيت معلقتين كبار من عسل النحل. اولا هيديني لون حلو، وكمان طعم حلو كده في المشويات،
وكمان بيساعد على ان الحاجة تستوي معايا بسرعة ما تشدش وهي على الفحم. وبحط بقى التوابل اللي انا بحبها كلها، يعني ملهاش قانون. انا حطيت زعتر وقرفة وجنزبيل، كزبرة ناشفة، وحطيت فلفل اسود، وكمان هحط ملح. كتري ملح شوية علشان الحاجات المشوية دي لو الملح فيها مش مظبوط ما بيبقاش ليها اي طعم. فدلوقتي بقى الحاجات اللي عندي دي هزود عليهم نص كوباية مية بس، وهنضربهم في الخلاط كويس جدا. وكمان هنزود زيت حوالي ربع كوباية كده علشان المشويات بتاعتي تفضل طرية كده وما تتحرقش على الشواية. هنضربهم كويس جدا، وهبتدي ان انا اصفيهم بقى زي ما قلنا كده. هنصفيهم كويس جدا بحيث تبقى التتبيلة بتاعتي عبارة عن مية صافية خالص كده. انا خدت الخضار بتاعي، خدت منه الخلاصة بتاعته، وخدت منه كل الطعم اللي انا عايزاه، وببتدي بقى اصفي كل الكمية اللي عندي علشان انا مش محتاجة الشوائب اللي فيه دي بقى علشان ما تتحرقش مني. انا قسمتهم على طبقين، طبق هيبقى فيه الفراخ والطبق التاني هحط فيه اللحمة المشوية. هنا حطيت في الطبق الاصغر شوية اللحمة علشان كميتها مش كبيرة قوي. زي ما قلت لكم الكمية دي خاصة يعني بجوزي لوحده، يعني جوزي جايبها ليه ولينا يعني في البيت، وزيه برضو صحابه عاملين نفس الكلام، كل واحد جايب اللي بيكفيه من بيته وجايب الحاجة بتاعته متبلة جاهزة. هي الفكرة ان هما يعني بيقضوا يوم مع بعض بس مش اكتر، بيبقى يوم حلو يعني. هما الرجالة بصراحة شاطرين قوي في الموضوع ده، بيعرفوا يبسطوا نفسهم ازاي. كل فترة كده دايما جوزي واصحابه بيعملوا الموضوع ده. انا دلوقتي بقى بفتح الفراخ عندي على قد ما اقدر علشان ما تاخدش وقت معايا خالص في التسوية معاهم يعني مش معايا. فبحاول افتح طبقات اللحم بتاعة الصدر، لان زي ما انتوا شايفين كده هي الفرخة كان جايبها وزنها كبير شوية، فالصدر بتاعها ما شاء الله مليان، لازم يتفتح كده علشان يستوي مظبوط، وتكون القطع اللي جواها كلها مستوية مفيش اي دم فيها. وهتشوفوا دلوقتي معايا دلوقتي هعمل حركة كده كويسة قوي اهو. زي ما انتوا شايفين بكسر العظم بتاع الورك او اي عظماية كده تقابلني بحاول اكسرها. دي بتساعد في تسوية الفراخ بسرعة، وكمان ما بتخليش فيه دم بين اللحم كده. لو في اي دم او عصارة كده جوه الفراخ بتنشف وما بتبقاش عاملة بقع دم كده من جوه. خدوا بالكم النقطة دي مهمة جدا. هبتدي بقى اقلبهم في التتبيلة كويس جدا زي ما انتوا شايفين كده، وهسيبهم فترة برضو على ما ياخدوا وقتهم في التتبيلة. احنا لسه الصبح يعني. دلوقتي بقى ده الطبق اللي قلنا فيه اللحمة معمولة معاها، محطوط معاها بصل وتوابل وملح بس مش اكتر من كده. هبتدي اخد جزء كده هنعمل بيه الحواوشي، مش كتير، انا مش هعمل حواوشي كتير، والجزء التاني ده للكفتة. طيب ليه انا قسمتهم على طبقين؟ لان خلطة الكفتة طبعا غير خلطة الحواوشي. دلوقتي هنعمل الكفتة مع بعض. اول حاجة هزود معلقتين كبار من النشا. النشا طبعا بيديني كفتة هشة جدا، وبيديني كمان مطة حلوة قوي زي الكفتة اللي بنجيبها من بره. ودلوقتي دي خلطة الكفتة اللي هي بتاعة ماي واي، دايما عندي الكيس ده كل ما بيخلص بجيب غيره. حطيت على الكمية دي معلقتين كده كبار من خلطة الكفتة، وكمان عليهم حوالي معلقة صغيرة كده من البيكنج باودر علشان برضو الكفتة ما تبقاش مكتومة معاكي وتكون هشة وطرية كده من جوه. والطبق التاني طبعا حطيت عليه قطعت فلفل حار وفلفل رومي. عارفين الحواوشي طبعا ما ينفعش نستغنى عن الفلفل فيه، فانا بس كل اللي بعمله ان انا سهلت على نفسي. الجزار فرمهالي كويس جدا والشين فبقت ناعمة معايا. انا بس يدوب حطيت الاضافات بتاعة الكفتة لوحدها والاضافات بتاعة الحواوشي لوحدها، وكده الاتنين بقوا جاهزين معايا.
بقلبها بقى كويس جدا جدا اللحمة، وكمان هقلب الفلفل كويس قوي مع اللحمة علشان يختلطوا كويس وتبقى دي خلطة الحواوشي. دلوقتي بقى انا هفضيها في طبق اصغر كده، ده الطبق اللي هياخده معاه علشان يعني ملوش لازمة الطبق الكبير ده كله. دي هتبقى الكفتة. هي الكميات باينة صغيرة هنا، مش عارفة ليه، هما كانوا اكتر من كده والله. دلوقتي برضو انا حبيت ان انا اعمل له الحواوشي من البيت بحيث ياخده جاهز معاه، ما يضطرش يروح يحشيه هناك او يبهدلوا نفسهم او كده. فانا حبيت ان انا احشيهوله في البيت. بحط كده كمية من اللحمة طبعا، وبفتح العيش، وبحاول اخلي الطبقة بتاعتي مش سميكة قوي، علشان خدوا بالكم ده حواوشي فحم، ده مش هيدخل الفرن، يعني مش هياخد وقت في التسوية وهيكون جاهز. فخدوا بالكم تعملوا طبقة كده خفيفة من اللحمة، ما تحاولوش تكتروها. هي الكمية دي جت عندي في 3 رغفة، واحد من الصغير، واحد كبير، واتنين من الصغيرين دول. تمام، شايفين انا بفرد اللحمة على قد ما اقدر، وبحسها كده بايدي علشان اساوي طبقة اللحمة تبقى مظبوطة جوه الرغيف. انا كده يعتبر مجهزه لهم كل حاجه، وغلفت كله بالاسترتش راب وقفلت مظبوط علشان برضو ياخد الحاجه معاه تبقى مظبوطه وما تبوظش منه يعني، ولا توقع منه ولا اي حاجه. دلوقتي انا هبتدي احط على وش الحواوشي بتاعي زيت، بحيث ان هو يطلعه على طول يحطه على الشوايه. انا بحط فيه زيت كده، وهحطه في ورق الزبدة دي، ورق الزبدة بس ان انا يعني ايه بحطه له فيه ان انا بغلفه بس مش اكتر، لكن هو لما يروح هيشيل ورقة الزبدة دي ويحطه على الشواية عادي جدا. طبعا بقى زي ما قلت لكم ان احنا كنا هنعمل بسبوسة، قلت لكم في اول فيديو ان احنا هنعمل بسبوسة، حاجة كده حلوة ياكلوها بعد الاكلة الحلوة دي. فانا بس دلوقتي اهم حاجة عندي ان انا حضرت له كل الحاجات اللي هياخدها، وانا بقى مع نفسي بعد ما مشي هو ابتديت ان انا اعمل البسبوسة. بس برضو انا بادئه بدري فيها برضو علشان تاخد وقتها وتهدى وتبرد. ولازم البسبوسة علشان اقطعها لازم اسيبها وقت كفاية في التلاجة، مش اقل من 2-3 تسقع مظبوط وتاخد وقتها، علشان لما تيجي تقطعيها تلاقي القطعة طالعة معاكي مظبوطة كده. طبعا البسبوسة مش هقولها تاني، انا قلتها كتير جدا في القناة وبعملها معاكم كتير قوي. يمكن بس انا عشان مشهورة بالبسبوسة حوالينا كده بيحبوها مني يعني، فبعملها كتير معاكم في الفيديوهات. اكتبوا بس البسبوسة رانيا عامر هتظهر لكم على طول. وكمان ان شاء الله ربنا يذكرني بس احطها لكم في صندوق الوصف للي حابب يشوف الوصفة. عملت كيلو السميد كله جه في الصاج الكبير ده. انا ما حبيتش اعمل صواني يعني كتير، عملته كله في الصاج ده، وقلت بقى لما يبرد انا هقطعه براحتي. وحطيت على الوش بقى، حطي اي مكسرات عندك، او ده سوداني كان عندي، سوداني كده مجروش، انا حطيته على الوش برضو هيديني شكل جميل كده. دخلتها على 220 تقريبا درجة حرارة عالية، قعدت حوالي تلت ساعة. وبعد ما طلعت سقيتها بالشربات، ده سخن وده سخن، احنا عارفين علشان تطلع معاكي طرية حلوة كده لازم يكون البسبوسة سخنة والشربات كمان بتاعها سخن. هسيبها بقى تهدى وتشرب الشربات بتاعها. شايفين دلوقتي بعد ما شربت الشربات وخدت وقتها وتقريبا بردت خالص في المطبخ. انا كنت حابة ان انا اعملها بدري كده علشان زي ما بقول لكم ادخلها التلاجة تاخد وقتها وتسقع مظبوط، لانه هيجي اخر النهار بقى بالليل يعني يجي ياخدها تكون مظبوطة ومتقطعة معايا سليمة ما شاء الله. شايفين انا مقربه لكم الكاميرا حلوة قوي ومرملة وطالعة مظبوطة جدا.
وهنا بقى كان جوزي جه على اخر النهار كده جاب لي يعني نصيبي كده انا وبنتي. هو كان خد آسر الصغير هو اللي معاه، هو وآسر يعني كلوا هناك، وجاب لي بقى انا وسهر حاجتنا في البيت. انا عملت شوية سلطة كده في البيت، وطبعا هناكل بعيش بقى زي ما انتوا فاهمين. يعني انا بحب المشويات عموما بالعيش. الحاجة بصراحة كانت طعمها حلو جدا، تسويتها مظبوطة جدا ما شاء الله، تسلم ايديهم. شايفين حواوشي الفحم كان حلو قوي بجد، كان تحفة يعني. جاب لنا الكفتة والكباب والفراخ وجاب الحواوشي. تمام كده، احنا بقى هناكل كده بألف هنا وخلاص. انتوا يعني بس اللي كان باقي ان انا وهو ماشي بقى هياخد البسبوسة. قطعتها له زي ما انتوا شايفين كده. الصاج اللي عندي جه ما شاء الله في الطبقين دول، عملوا كمية حلوة قوي. قطعتها زي ما انتوا شايفين كده، القطع متساوية ومظبوطة جدا وطالعة معايا سليمة. ليه؟ عشان سبتها في التلاجة اكتر من 3 ساعات، فلما بتيجي تقطعيها بقى بتطلع معاكي القطع زي ما انتي شايفة كده. وهم برضو كلوها وعجبتهم جدا، بألف هنا وشفا. وكده الفيديو بتاعنا يكون خلص النهاردة. يا رب تكونوا استفدتوا منه. لو عندكم اي حفلة مشويات كده تكونوا استفدتوا من الفيديو. ونتقابل يا رب ان شاء الله على خير في فيديوهات تانية كتير. اسيبكم في رعاية الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.